حياكم الله من جديد في حلقة جديدة من برنامج 20 دقيقة. ضيف الحلقة شاعر مبدع، هو شاعر علي المنصوري. تابعونا بعد هذا الفاصل. عودة من جديد مع الشاعر المبدع علي المنصوري. حياك الله علاوي. السلام عليكم وقواكم الله ومساكم الله بالخير وبيض الله وجوهكم ان شاء الله. الله يخليك، صلوح الورد، الله يوفقك ان شاء الله. نورت البرنامج. نور جبينك هذا ونور جبين السادة المشاهدين والمستمعين. الله يخليكم والله يقدمكم للخطوة الامام ان شاء الله. اول سؤال راح اسالك، شنو شعورك وانت بقراركم حاليا اليوم؟ والله اليوم جو جدا سعيد، وهاي العفوية وهاي الروحية بين اهلنا وناسنا واخوتنا، بصراحة انا جدا سعيد. الله يخليك. ويا ريت تسمعنا قصيدة على هاي الأجواء. أسمع قصيدة على هاي الأجواء. خلينا نبدأ بقصيدة اسمها ثلمة قمر. تقول الله يديمك لقلبي يا جنك ماي بارد يشرب بتعبي، يا مدرش هالضوء بطاريك تغنيني شمع معلوق كل ما ذكرك بدربي، يكون العافية تندار شادرت على عافيتك، من طشة وسواد وصار كلش ليل كاسرت السما بنيتك، مثل النوق حنيتك، من عاين سن قوي وما كسر ظهر الروج، تمر ببالي شخصيتك، وإذا متغرب ويبكيك وإذا فرزن أثر طاريك، اشبع نومي العنقود شف الما وراه صياح ما فزز، سولفتك على العقول استحى منك وما بزز، يا بعد المايل بعيني بمسحاتك احرثني وطلع المضموم وانا اداعيك حري وكشخت بطيني، تعال العب بعمري تونس سنيني، اش حلا تسمع على لسانه احب روح من يغنيلي، عشت بعيونه ما يملح ومرغوب، اصعد روحي قوه وهو يبكيني، اشربت بي عشق شاليش تجفيني، ادورك وين دليني، وصيتك علي امنت شمعه بريح، ووصيتك علي يموت بديني، اش ملذ الشيب شي منك، اش محلات الطواري لو حجن عنك، ثخينة مرورتك تعبت جدن وياك، بس جبرني امشي سوالف الفنك، بس جبرني امشي سوالف الفنك، سولفتك على الحنظل وقال ايش جابني المرك، نيموك بسجن وطشوا خبر موتك وفز عطرك، الما شايف قصب طاحت شمس فوقاه خلى يعاين لشعرك، يا الثلمة قمر نحرك، ولك يا هور احب مشحوفي شي طرك، ولك يا هور احب مشحوفي شي طرك، الاسمر الابيض ما يشد روحي، اش حلاتك يا عشق يسمر، يهنيالك الخريف بهالوقت حوليا وانت اخضر، الله يخليك الخريف بهالوقت حوليا وانت اخضر، يا المرطوب اثار العشق ما ينشف، اظل يا وقت تابوت كل ساعة الضريح انزف، عشت دلع على معرض ما كشخت بجف، ما جاستني قمرة منهد شف امي، ولك يا روح من فاتك قطار الشوق ترى احسن لك انطمي، وسلامتكم. الله يخليك. الله يخليك. رحم الله والديك. من هو علي المنصوري؟ علي المنصوري هو علي عبد الكريم بشارة، بكالوريوس هندسة كيميائي، ساكن في البصرة في حي المدراء، مواليد 4/9/85، متزوج ولديه علي الأكبر وميار.
الله يخليك ان شاء الله، يرحم والديك. هل انفرد علي المنصوري بالقصيدة النبطية؟ ومن هم شعراء اللي تميزوا بهالقصيدة؟ والله هو ما تميز علي المنصوري بالقصيدة النبطية، هي قصيدة يعني قصيدة شعبية بدوية، لكن يعني نقدر نقول انه يمكن يعني من خلال آراء الناس يقولون انه قصيدة جميلة وصلت للعالم. هواي شعراء نبط عندنا، رواد من شعراء النبط بالعراق، تعرف بسبب انه العراق يعني احد الدول اللي تحتضن للبادية. عندنا مثلا يعني من الشعراء اللي مشاركين بشاعر المليون وماخذين على عدة جوائز، منهم يعني هلال صلفيج الشمري، وعندنا من الناصرية من الشطرة ما يحضرني اسمه سعيد يمكن، شاعر جدا ممتع ورائع. وعندنا يعني محافظة البصرة من منطقة صفوان، تعرف لأنه منطقة حدودية بينها وبين الخليج، فيعني حتى اللهجة موجودة بهذا الموضوع. والله راح أسمعك بيتين من قصيدة جديدة تقول يا الغلا أبغيك، يا الغلا أبغيك شوقك فيا طال، يا طويل العمر تكفى البعد ذل، يا الغلا أبغيك شوقك فيا طال، يا طويل العمر تكفى الهجر ذل. أخبرك يا العود طبعي كالدلال، ما لها غير الجمر في الدنيا خل. الله عليك، الله يخليك. خليكم ويانا مع علي المنصوري. عودة من جديد مع الشاعر المبدع علي المنصوري، حياك الله من جديد. الله يخليك صلاح، الله يخليك، وشكرا لك ولقناتك وهذا الإبداع الرائع جدا بصراحة. علي المنصوري هل نعرف من خلال الإعلام أو من خلال المهرجانات الشعرية اللي تقام في مصر؟ والله بصراحة أتكلم لك من خلال الإعلام. أنا شخص يمكن مفتقر للإعلام، يعني أتذكر طالع ببرنامجين أو 3، برنامج ويا الشعر قضية مع الشاعر الكبير والمبدع علي سلمان غالي، نوجه له من خلال قناتك ألف تحية، والشاعر الكبير والمبدع عباس عبد الحسن. يعني أعتقد هذين البرنامجين الشعريات اللي أنا طالع بهم فقط، يعني من خلال المهرجانات ومن خلال الأمسيات يمكن طلع علي المنصوري، أو يمكن بعد ما أعرف. أريد قصيدة على ذوقك أو حابة أو قريبة على ذوقك. الله يخليك، أقرأ لك قصيدة للعراق، للحشد الشعبي المقدس، بصراحة جديدة وأهديها للقناة. يعني روحوا قلوا له السوالف مالتي، طبعي تفقى وما أثني حكايتي، الواقف على النهر لا يحكي بغرور، الصارن بقونيته من سنارتي، المونشيط وما له عالساتر مكان، خلي كتر ربعه هاي طلابتي، القاع عريانة وسترها بساط ابوي، الضمت وجوه الغرف طلاقتي، الضمت وجوه الغرف طلاقتي، جناحي كامل بعد ما اعيش على قاع، هناك يم النجمة ماخذ راحتي، طبعي حاجب فوق كل عينان اصير، وما احب الريش شفي وساتي، بي عفة ذهب ما خاور رخيص، غالي وبسوق الذهب شرايتي، انا شابع منها ويطرت الشفاق، لكل من بعد شبع بفضالتي، امي من جابتني متنسية بمضيف، الما شبع من زاد شوف نساوتي، ما صرت جاهل وانا بقماط شيخ، وعمري يومين وبعت لعابتي، اشبيك تعشقت اللبس جنة قميص، صير مثلي عقالي يحلى بهامتي، صير مثلي عقالي يحلى بهامتي، درب ضاوي من كثر ما بي شيب، ومن ثقل شفي كسرت عكازتي، لحقوا على الضال انا الكاس الكبير، اللي ينعد الراس اللي يحصلوا شالتي، من ارد صاحب القط المتروسه ماي، اللي بيها لجعه من الشمس مو مالتي، الابره ما عافتني شي تدريني خير، بي ينطم كلفتك وبراتي، حقهم الوادم يشوفوني ضريح، مطرزه عقدات شافوا رايتي، هي مو حبا بكى ويمدار ابوي،
حتى ينعرفون جو لجنازتي. وسلامتكم. جميل جدا. ما عليك زود والله. علي المنصوري، ماذا أضاف لك وأخذ منك شاعر العراق؟ والله شاعر العراق ما أخذ مني أي شيء، ضاف لي الكثير يعني. تعرف أنه شاعر العراق برنامج يعني يصدر شعراء للإعلام ويخلق نجوم، وأنا واحد من العالم اللي أعتقد حق مشروع أنه أنتمي لهذا البرنامج وأشرف به. طبعا لحد الآن أتصور أن حلقتين يعني بالنسبة للبصرة أنا أخذت المركز الأول بالنسبة للبصرة بالحلقة الثانية، وألف تحية للشاعر حسين السيد نور أخذ بالمركز الثاني، وألف تحية للشاعر مرتضى الحمد أخذ بالمركز الثالث. يعني برنامج بصراحة أنا من وجهة نظري جدا رائع وراقي، أتمنى له يعني الاستمرارية. رأيك بالحركة الشعرية في قضاء القرن؟ والله الحركة الشعرية بقضاء القرن مشرفة جدا، وشعراء القرن شعراء مبدعين، والذائقة اللي بالقرن ذائقة جدا رائعة. يعني بصراحة هنا هواية من المهرجانات اللي بصراحة تعد جدا كبيرة. يعني أتذكر مهرجان هنا بمحرم يوصفون الحضور مالته يعني بال2500 شخص من الجمهور، وهذا الموضوع يعني إن دل على شيء يدل على أنه هذه المدينة إضافة إلى جذورها وعراقتها الأصيلة، أنه حاضن الإبداع وحاضن لحب الإبداع أيضا. شعراء القرن مبدعين ومن الأسماء المهمة جدا في الوسط العراقي، يكتبون القصيدة الواعية المثقفة. أوجه لهم بدون ذكر أسماء لأنهم بصراحة ومو داعي للمجاملة كلهم أخوتنا وأساتذتنا، أتمنى لهم كل التوفيق. الله يخليك إن شاء الله. كتبت القصيدة الوجدانية؟ كتبت القصيدة الوجدانية، نعم كتبت القصيدة الوجدانية. تريد أقرأ لك قصيدة وجدانية؟ أقرأ لك قصيدة وجدانية اسمها وشالة عصفور. تقول مو بيدي امنحط بعيوني صم تراب، ولا بيدي من قض الوقت يم قبور. المفارق محب شادر بوجهه تشوف وتستخلف لربعة من تجيل الزور. ما يرهم ضحك بشفايف العشاق، والفاقد حبيب تلوق للماجور. الما يشرب عشق يقضي العمر عطشان، تحس بريجه خشبه لو شرب ناعور. ينزف مرجله من ينجرح العقال، والديوان يفهى وما يظل مستور. البيغيره ويشوف قبال اخوه ممدود، يترسها دمع من يخلص الشاجور. من اشوف الزرع اخضر والحصاد هواي، متربب مضي فاحلف على الناطور. البستان الشريف بوجهه تلقى مصاب، لو شاف الشجر بيه انغصن مكسور. واللي تشوفه يغني بصوته ونة ناي، مو عصفور هذا وشالت العصفور. ايش تحكي لي بعد حتى اقتنع ونعود؟ كاروك اللي يطيح الطفل ما معذور. شو الصف لك يتشيل الهوى وما طيح، وعلى حزن اللي بوجهه تعلق بعاشور. عايفني بجنح ريشاته تنقط ماي، وعلي حتى اللحيم صار فحل طيور. مجبل على القبلة من رحت لليوم، وبصف الشفن والسدر والكافور. هسه الوقت جابك والله لو ما جاي، المن جاي مو حتى القبر محفور. لو سولف الجوع اللسن خرصة تصير، اللي يسد الجوع يقدر بس حكي التنور. مو بدو ولا للصيد حسب حساب، بس وكاحتي تجبر نصيد صقور. شحكي لك علي من طيبتي تأذيت، حرقونا الربع كل ظنهم انا بخور. سلامتك، ما عليك زود والله. الله يخليك صاحب دنك. عودة مرة أخرى مع ضيف الحلقة المبدع علي المنصوري، حياك الله. حيا الله أصلك صلوحي الوردة، الله يخليك وشكرا لك. الله يسلمك. تعبتك اليوم؟ لا والله بالعكس تعبك راحة، وأنا كلش مستمتع ومتنومس بيك وبالإخوان اللي بالكادر. الله يخليك. علي المنصوري، من هو أول شخص يسمع قصائدك قبل صعود المنصة؟ والله أول شخص يسمع قصايدي هو أنا. فأنا يعني أكون الكاتب والناقد بنفس الوقت. تتذكر أول قصيدة قرأتها على المنصة؟
أول قصيدة تولي كانت ما لها علاقة بالموضوع، ما يعني مو يم الشعر وكذا، يعني هاي بالبدايات احنا نسولف. البدايات بال 2009 كانت يعني تعرف القصائد ركيكة بهذا الوقت، لأنه بعدك يعني ما عندك خبرة وما عندك ذيك الملكة الحقيقية اللي يعني تأهلك على أنه تكتب قصيدة ناضجة. بس الحمد لله واشكر من خلال المطالعة ومن خلال المتابعة للوسط الشعري، يعني تعرف العراق مليء بالشعراء المبدعين، من خلال المتابعة لإنتاجهم يعني الحمد لله واشكر قدرنا نوصل لهذا المستوى. راضي عن نفسك يا شاعر؟ لا والله ما راضي عن نفسي، بعد يراد لي أتعب، كلش يراد لي أتعب هواي. كل الطرق تؤدي إلى روما إلا حبيبة علي المنصوري. كل الطرق لا تؤدي إليك، كم تمنيت أن تكوني روما. حبيبتي اعذريني، عفت رمانك وباتن بجف قماش وكان بيوتهن جفي. تذكريني الطول عليك الحاف، عند الكل قطن متروك والعب بي، احب سوالف النداف. يا العذراء افورك بيدي وتخدرين، واعيش اللحظة متجبجب، وظل كل ندم بالروح. ايه ساعة ابليس شبيه متأدب، شي ضرك اذا فد ليلة تغفى وياي، واسوي سوالف الما تجي ببال ابليس. انا تربات حضنك واعرف اللي يرضيك، غير القصب مالي شلون تشتله. ما احب الحياية وما شفت زاغور، بس زاغورة كم دله. رايد تختبرني حافظك واقراك، ابن الهور حجي القصب ويعرف له. تعالوا بي شوق يشوف العميان، وانا ترسلك وعبي. من يشوف سوالف الشيطان يحس بروحه متربي. ظلوا وياي كملين ذنب بي حظ، شفتك واشتهيت النار، أمر بي الخدر كترين، لو يجب النبي ما بي حيل انهض. اللي ينام بسدك يطول يا كوسر في، اللي يكض رمانك يفهي، يحس الدنيا بس عاقول. بذمتك لو دست بهداي، يناغي الطين من تدبج عليه حفاي. رخيص وقابل بذلت السواج بيوت، وبس نتعطش ينغر علينا الماي. ظلوا وياي اسوي سواية العرسان، ولا تحتار المسافة اللي بيننا وبين الذنب قمصان. وعليش اتندم على صار، هو العشق مو قوة. مترهم نطب للنار، انا مسوي ذنب يسوى. الله عليك. المقطوعة الأخيرة تقول منين تخاف، ما هي الوادم سكارة وما توجد زين، وانا وياك مثل الحلم ما ننشاف. ليش تخاف؟ مرات البرد ما يدفى بس بالحاف، شف حافي وخلق بس للغزل صافي، ومنجل ما يضم الحاف، متشلب على جتافي. حقك هيج متعافي، تلعن كل دفل وضايق الحافي. شو وصف لك حضن متروك، يم حرورته يتنومس الموقد، وقلب من العطش يابس، رايد رحمة من جودك، وشف صغير متفصل لعنقودك. ترى العدة ولف بخير يشيم، ترى العدة ولف بخير يشيم. عايف من جلب لا نشوى شابع ضيم، ولكن تدري المعسول سيف الماء يضم قراب يتثلم، سيف الماء يضم قراب يتثلم. وسلامتكم يا الاخوه، يا بعد عمر طال عمرك. الله يخليك. كيف اجد الابوذيه عند الشاعر علي المنصوري؟ والله انت تعرف صلاح الابوذيه لون من الوان الشعر الشعبي، ولون لذيذ جدا وعريق.
وأنا واحد من العالم أتلذذ بكتابة الأبوذية وبسماع الأبوذية. يا ريت سمعنا. أسمعك أبوذية تقول: القلب شوشة بلا راعي شكاله، هضمت جناحك طول، شكالة شقد اتمنى انا بشعرك شكالة، واكشخ بيك وتكشخين بيه، اش بدر وتشفر بهجرك على اللي، وتطيحك انت عاين له، على اللي اكشف صدري للبارع، على اللي حلف ما يقطعوا هالقطع بيه، حلف ما يقطعوا هالقطع بيه، لا هيمل تسع للآخ لا كون، اتهزل روحي عقب جفاك، لا كون مو مالت بكي وتغيب، لا كون اطين ويه عالسويته بيه، اتلولح دمعته بفقدك لهلها في غيبي، مناشغي حيلي لهلها شقد طروش انا مودي لهلها، ومن الباب ردوهم علي، الولف حط بلهاتي فراق موسى، نسيته وادري كل الزين، موسى شو يصير وانت ولف بزمن موسى، ومشي لاهلك ويرضون بيه، صح بدنك هلي سالفتي ارجوكم لابوها، تعبت لما صرت منجل، لابوها ابوي يشوفنا الذلذل لابوها، ولا مرة انكسر قلبه علي، روح مسنحة وبيكم بخوها هلي، والروح تفزع لك بخوها، ما مش سيدي يشور بخوها ويعوج حلقة شي ما يرضى بي. وسلامتكم. صح بدنك، صح بدنك، الله يخليك. خليكم ويانا. عودة من جديد مع ضيف الحلقة المبدع علي المنصوري، حياك الله. الله يخليك وحياك الله وحيا الله أصلك، وشكرا للكادر اللي اليوم تعبناه بصراحة. احنا تعبناك اكيد. لا والله ما تعبان ومستانس بيكم كلش. الله يخليك. الله يخليك. ختام البرنامج يا ريت تسمعنا قصيدة. والله أسمع قصيدة للأصدقاء. نعم. الله يحفظهم إن شاء الله. الله يحفظهم. تقول: هنو إبليس قلوله تريده يصير، لا يتعب علينا الخوة مطشرة، تعبت لهم مثل ما تتعب ام التوم، تقضي الليل حسرة تدفع بحسرة، الفلح ما عندها غيرة وتحكي ويا الفاس، مو صافح لي بل يطعن الشجرة، الذموني بقفاي استورحوا عطاب، اللي يذم النار يخلص بالبرد عمره، المجاف الحطب ينشوي، المجاف الحطب ينشو من الدخان، هي من الله تقتل حوبة الفقرة، يجوني ولو مشوا اترز قفاهم شوف، بالموادع غشيم وما اخذ الشمرة، اخذ رايهم حتى من اريد ارتاح، النفس لو ما رضى ويتعب وما جره، شمس البصرة من تطلع تنشف الماي، ويجيني صويحبي بسوالف المرة، ووقف بالشمس واترس مكانه فياي، كل شي هون بس لا تعرق العشرة، فطيرة متعيد من يجون ضيوف، وتهلي لحد ما تترس السفرة، الماشابع دفو ببيت اهله لا يحتار، الهلب حلق امي كانها حرورة الجمرة، الما عنده فرس شي عبر ذاك الصوب، وانا اداعيك فرسي محجله وشقره، طبقت جفوني بس حاسب الليل حساب، واعرف كل شهر كم ليله بي قمره، نشفوا ماي واللي يسالنا قلهم بير، وشمره ماي بعد البير على الحفره، يحوكولي سوالف علي نص ردام، الرابو ويا المضيف سوالف الغتره، اللي يحكي على الشمس يعرق بطار الصيف، ويحمل برد كل ما يطر صحراء، صور كانوا ببالي، صور كانوا ببالي وشققتها الريح، واريد انساهم وتتخوصر الذكرى،
سلامتكم. الله يسلمك. الله يخليك. تعبتك اكيد وياي. شكرا جزيلا لك، وان شاء الله يا رب ماكو تعب، والف تحيه لصلاح العراقي والكادر التصوير، والى مدينتي العريقه جدا الله يخليك القرنه. وشكرا جزيلا الى شعراء القرنه المبدعين جدا اللي تعبناهم ويانا. الله يخليك. شكرا جزيلا لكم. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، في نهايه البرنامج تقبلوا تحياتي صلاح العراقي، وفي التصوير احمد العراقي، ونلتقيكم في حلقه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله من جديد في حلقة جديدة من برنامج 20 دقيقة. ضيف الحلقة شاعر مبدع، هو شاعر علي المنصوري. تابعونا بعد هذا الفاصل. عودة من جديد مع الشاعر المبدع علي المنصوري. حياك الله علاوي. السلام عليكم وقواكم الله ومساكم الله بالخير، وبيض الله وجوهكم ان شاء الله. الله يخليك صلوح الورد، الله يوفقك ان شاء الله. نورت البرنامج. نور جبينك هذا ونور جبين الساده المشاهدين والمستمعين. الله يخليكم والله يقدمكم للخطوه الامام ان شاء الله. اول سؤال راح اسالك، شنو شعورك وانت بقرار حاليا اليوم؟ والله اليوم جو جدا سعيد، وهاي العفويه وهاي الروحيه بين اهلنا وناسنا واخوتنا، بصراحه انا جدا سعيد. الله يخليك. ويا ريت تسمعنا قصيده على هالاجواء. اسمع قصيده على هاي الاجواء. خلينا نبدا بقصيده اسمها ثلمة قمر. تقول الله يديمك لقلبي، يا جنك ماي بارد يشرب بتعبي، يا مدرش هالضوء بطاريك تغنيني شمع معلوق كل ما ذكرك بدربي، يكون العافية تندار شادرت على عافيتك، من طشة وسواد وصار كلش ليل كاسرت السما بنيتك، مثل النوق حنيتك، من عاين سن قوي وما كسر ظهر الروج، تمر ببالي شخصيتك، وإذا متغرب ويبكيك وإذا فرزن أثر طاريك، اشبع نومي العنقود جف الما وراه صياح، ما فزز سولفتك على العاقول استحى منك وما غزز، يا بعد المايل بعيني بمسحاتك احرثني وطلع المضموم وانا اداعيك حري وكشخت بطيني، تعال العب بعمري تونس سنيني، اش حلا تسمع على لسانه احب روح من يغنيني، عشت بعيونه ما يملح ومرغوب، اصعد روحي قوه وهو يبكيني، اشربت بي عشق شاليش تجفيني، ادورك وين دليني، وصيتك علي امنت شمعة بريح، ووصيتك علي يموت بديني، اش ملذ الشيب شي منك، اش محلات الطواري لو حجن عنك، فخين مرورتك تعبت جدمي وياك، بس جبرني امشي سوالف الفنك، بس جبرني امشي سوالف الفنك، سولفتك على الحنظل وقال ايش جابني المرك، نيموك بسجن وطشوا خبر موتك وفز عطرك، المشايب قصب طاحت شمس فوقاه خلى يعاين لشعرك، يا الثلمة قمر نحرك، ولك يا هور احب مشحوفي شي طرك، ولك يا هور احب مشحوفي شي طرك، الاسمر الابيض ما يشد روحي، اش حلاتك يا عشق يسمر، يهنيالك الخريف بهالوقت حوليا وانت اخضر، الله يخليك الخريف بهالوقت
حولين وانت اخضر يا المرطوب، اثار العشق ما ينشف. اظل الياوك التابوت كل ساعة الضريح انزف. عش الدلع لمعرض ما كشخت بجف. ما جاستني قمرة منهد جف امي. ولك يا روح من فاتج قطار الشوق ترى احسن لك انطمي. وسلامتكم. الله يخليك. الله يخليك. رحم الله والديك. من هو علي المنصوري؟ علي المنصوري هو علي عبد الكريم بشارة، بكالوريوس هندسة كيميائي، ساكن في البصرة في حي المدراء، مواليد 4/9/85، متزوج ولديه علي الأكبر وميار. الله يخليك إن شاء الله، يرحم والديك. هل انفرد علي المنصوري بالقصيدة النبطية؟ ومن هم شعراء اللي تميزوا بهالقصيدة؟ والله هو ما تميز علي المنصوري بالقصيدة النبطية، هي قصيدة يعني قصيدة شعبية بدوية، لكن يعني نقدر نقول أنه يمكن يعني من خلال آراء الناس يقولون أنه قصيدة جميلة وصلت للعالم. هواي شعراء نبط عندنا، رواد من شعراء النبط بالعراق، تعرف بسبب أنه العراق يعني أحد الدول اللي تحتضن للبادية. عندنا مثلا يعني من شعراء اللي مشاركين بشاعر المليون وماخذين على عدة جوائز، منهم يعني هلال صلفيج الشمري، وعندنا من الناصرية من الشطرة ما يحضرني اسمه سعيد يمكن، شاعر جدا ممتع ورائع. وعندنا يعني محافظة البصرة من منطقة صفوان، تعرف لأنه منطقة حدودية بينها وبين الخليج، فيعني حتى اللهجة موجودة بهذا الموضوع. والله راح أسمعك بيتين من قصيدة جديدة تقول يا الغلا أبغيك، يا الغلا أبغيك شوقك في طال، يا طويل العمر تكفى البعد ذل. يا الغلا أبغيك شوقك في طال، يا طويل العمر تكفى الهجر ذل. أخبرك يا العود طبعي كالدلال، ما لها غير الجمر في الدنيا خل. الله عليك، الله يخليك. خليكم ويانا مع علي المنصوري. عودة من جديد مع الشاعر المبدع علي المنصوري، حياك الله من جديد. الله يخليك صلاح، الله يخليك، وشكرا لك ولقناتك وهذا الإبداع الرائع جدا بصراحة. علي المنصوري هل نعرف من خلال الإعلام أو من خلال المهرجانات الشعرية اللي تقام في مصر؟ والله بصراحة أتكلم لك من خلال الإعلام. أنا شخص يمكن مفتقر للإعلام، يعني أتذكر طالع ببرنامجين أو 3، برنامج ويا الشعر قضية مع شاعر الكبير والمبدع علي سلمان غالي، نوجه له من خلال قناتك ألف تحية، والشاعر الكبير والمبدع عباس عبد الحسن. يعني أعتقد هذين البرنامجين الشعريات اللي أنا طالع بهم فقط. يعني من خلال المهرجانات ومن خلال الأمسيات يمكن طلع علي المنصوري، أو يمكن بعد ما أعرف. أريد قصيدة على ذوقك أو حابة أو قريبة على ذوقك. الله يخليك، أقرأ لك قصيدة للعراق، للحشد الشعبي المقدس، بصراحة جديدة وأهديها للقناة. يعني روحوا قلوا له السوالف مالتي، طبعي تفقى وما أثني حكايتي، الواقف على النهر لا يحكي بغرور، الصارن بقونيته من سنارتي، المونشيط وما له عالساتر مكان، خلي كتر ربعه هاي طلابتي، القاع عريانة وسترها بساط ابوي، الضمت وجوه الغرف طلاقتي، الضمت وجوه الغرف طلاقتي، جناحي كامل بعد ما اعيش على قاع، هناك يم النجمة ماخذ راحتي، طبعي حاجب فوق كل عينان اصير، وما احب الريش جفي وسادتي، بي عفة ذهب ما خاور رخيص، غالي وبسوق الذهب شهر، اللي ينام بسدك يطول يا كوسر في، اللي يكبر رمانك فهي يحس الدنيا بس عاقول، بذمتك لو دست بهداي
يناغي الطين من تدبج عليه حفاي، رخيص وقابل بذلة السواج بيوت، وبس نتعطش ينغر علينا الماي. ظل وياي اسوي سواية العرسان، ولا تحتار المسافة اللي بيننا وبين الذنب قمصان، وعليش اتندم على الصار هو العشق مو قوة، مترهم نطب للنار انا مسوي ذنب يسوى. الله عليك. المقطوعة الأخيرة تقول منين تخاف، ما هي الوادم سكارة وما توجد زين، وانا وياك مثل الحلم ما ننشاف. ليش تخاف؟ مرات البرد ما يدفى بس بالحاف، شف حافي وخلق بس للغزل صافي، ومنجل ما يضم الحاف متشلب على جتافي. حقك هيج متعافي، تلعن كل دفل وضايق الحافي. شو وصف لك حضن متروك، يم حرورته يتنومس الموقد، وقلب من العطش يابس رايد رحمة من جودك، وشف صغير متفصل لعنقودك. ترى العدة ولف بخير يشيم، ترى العدة ولف بخير يشيم، عايف من جلب لا نشوى شابع ضيم. ولكن تدري المعسول سيف الماء يضم قراب يتثلم، سيف الماء يضم قراب يتثلم. وسلامتكم يا الاخوه، يا بعد عمر طال عمرك. الله يخليك. كيف اجد الابوذيه عند الشاعر علي المنصوري؟ والله انت تعرف صلاح الابوذيه لون من الوان الشعر الشعبي، ولون لذيذ جدا وعريق. وانا واحد من العالم اتلذذ بكتابه الابوذيه وبسماع الابوذيه. يا ريت سمعني. اسمعك ابوذيه تقول القلب شوشه بلا راعي شكاله، هضمت جناحي طول شكاله. ايش قد اتمنى انا بشعرك شكاله، واكشخ بيك وتكشخين بيه. ايش بدر وتشثر بهجرك على اللي، وتطيحك انت عاين له، على اللي اكشف صدري للباري، على اللي حلف ما يقطعوا هالقطع بيه، حلف ما يقطعوا هالقطع بيه. لا هيمل تسع للآخ لا كون، اتهزل روحي عقب جفاك، لا كون مو مالت بكي وتغيب، لا كون اطين ويه عالسويته بيه. اتلولح دمعت فقدك لهلها ثغيبي، مناشغي حيلي لهلها شقد طروش انا مودي لهلها، ومن الباب ردوهم علي. الولف حط بلهاتي فراق موسى، نسيته وادري كل الزين. موسى شي يصير وانت ولف بزمن موسى، ومشي لاهلك ويرضون بيه. صح بدنك هلي سالفتي ارجوكم لابوها، تعبت لما صرت منجل لابوها. ابوي يشوفنا الذلذل لابوها، ولا مرة انكسر قلبه علي. روح مسنحة وبيكم بخوها هلي، والروح تفزع لك بخوها. ما مش سيدي يشور بخوها ويعوج حلقة شي ما يرضى بي. وسلامتكم. صح بدنك، صح بدنك، الله يخليك. تونت ناي مو عصفور، هذا وشالت العصفور. ايش تحكي لي بعد حتى اقتنع ونعود؟ كاروك اللي يطيح الطفل ما معذور. شو وصف لك يتشي لي الهوى وما طيح، وعلى حزن اللي بوجهه تعلق بعاشور. عايفني بجنح ريشاته تنقط ماي، وعلي حتى اللحيم صار فحل طيور. مجبل على القبلة من رحت لليوم، وبصف الشفن والسدر والكافور. هسه الوقت جابك والله لو ما جاي، المن جاي مو حتى القبر محفور. لو سولف الجوع اللسن خرصة تصير، اللي يسد الجوع يقدر بس حكي التنور. مو بدو ولا للصيد حسب، مو بدو ولا للصيد حسب حساب، بس وكاحتي تجبر نصيد صقور.
شحكي لك علي من طيبتي تأذيت، حرقون الربع كل ظنهم انا بخور. سلامتك، ما عليك زود والله، الله يخليك صاحب دنك. عودة مرة أخرى مع ضيف الحلقة المبدع المنصوري، حياك الله. حيا الله أصلك صلوحي الوردة، الله يخليك وشكرا لك. الله يسلمك، تعبتك اليوم؟ لا والله بالعكس، تعبك راحة وأنا كلش مستمتع ومتنومس بيك وبالإخوان اللي بالكادر. الله يخليك. علي المنصوري، من هو أول شخص يسمع قصائدك قبل صعود المنصة؟ والله أول شخص يسمع قصايدي هو أنا. فأنا يعني أكون الكاتب والناقد بنفس الوقت. تتذكر أول قصيدة قرأتها على المنصة؟ أول قصيدة تولي كانت ما لها علاقة بالموضوع، ما يعني مو يم الشعر وكذا، يعني هاي بالبدايات احنا نسولف. البدايات بال 2009 كانت، يعني تعرف القصايد ركيكة بهذا الوقت، لأنه بعدك يعني ما عندك خبرة وما عندك ذيك الملكة الحقيقية اللي يعني تأهلك على أنه تكتب قصيدة ناضجة. بس الحمد لله واشكر من خلال المطالعة ومن خلال المتابعة للوسط الشعري، يعني تعرف العراق مليء بالشعراء المبدعين، من خلال المتابعة لإنتاجهم يعني الحمد لله واشكر قدرنا نوصل لهذا المستوى. الحمد لله. راضي عن نفسك كشاعر؟ لا والله ما راضي عن نفسي، بعد يراد لي أتعب، كلش يراد لي أتعب هواي. كل الطرق تؤدي إلى روما إلا حبيبة علي المنصوري. كل الطرق لا تؤدي إليك، كم تمنيت أن تكوني روما. حبيبتي اعذريني، عفت رمانك وباتن بجف قماش وكان بيوتهن جفي. تذكريني الطول عليك الحاف، عند الكل قطن متروك والعب بي، احب سوالف النداف. يا العذراء افورك بيدي وتخدرين، واعيش اللحظة متجبجب، وظل اكل ندم بالروح. ايه ساعة ابليس شبيه متأدب، شي ضرك اذا فد ليلة تغفى وياي، واسوي سوالف الما تجي ببال ابليس. انا تربات حضنك واعرف اللي يرضيك، غير القصب مالي شلون تشتله. ما احب الحياية وما شفت زاغور، بس زاغورة كندله. رايد تختبرني حافظك واقراك، ابن الهور حجي القصب ويعرف له. تعالوا بي شوق يشوف العميان، وانا ترسلك وعبي. من يشوف سوالف الشيطان يحس بروحه متربي. ظلوا وياي كملين ذنب بي حظ، شفتك واشتهيت النار، ومر بي الخدر كترين، لو يجبل نبي ما بي حيلا. جرايتي انا شابع منها ويطرت الشفاق، لكل من بعد شبع بفضالتي. امي من جابتني متنسيه بمضيف، الما شبع من زاد شوف نساوتي. ما صرت جاهل وانا بقماط شيخ، وعمري يومين وبعت لعابتي. اشبيك تعشقت اللبس جنة قميص، صير مثلي عقالي يحلى بهامتي. صير مثلي عقالي يحلى بهامتي. درب ضاو من كثر ما بي شيب، ومن ثقل شفك كسرت عكازتي. لحقوا على الضال انا الكاس الكبير، اللي ينعد الراس اللي يحصلوا شالتي. من ارد صاحب القط المتروسه ماي، البيها لجعه من الشمس مو مالتي. الابره ما عافتني شي تدريني خير، بيا ينطم كلفتك وبراتي. حقهم الوادم يشوفوني ضريح، مطرزه عقدات شافوا رايتي. هي مو حبا بك ويمدار ابوي، حتى ينعرفون جو لجنازتي. وسلامتكم. جميل جدا. ما عليك زود والله. علي المنصوري، ماذا اضاف لك واخذ منك شاعر العراق؟ والله شاعر العراق ما اخذ مني اي شيء، ضاف لي الكثير يعني. تعرف انه شاعر العراق برنامج يعني يصدر شعراء للاعلام ويخلق نجوم، وانا واحد من العالم اللي اعتقد حق مشروع
أنه أنتمي لهذا البرنامج وأتشرف به. طبعا لحد الآن أتصور أن حلقتين يعني بالنسبة للبصرة أنا أخذت المركز الأول بالنسبة للبصرة بالحلقة الثانية، وألف تحية للشاعر حسين السيد نور أخذ بالمركز الثاني، وألف تحية للشاعر مرتضى الحمد أخذ بالمركز الثالث. يعني برنامج بصراحة أنا من وجهة نظري جدا رائع وراقي، أتمنى له يعني الاستمرارية. رأيك بالحركة الشعرية في قضاء القرن؟ والله الحركة الشعرية بقضاء القرن مشرفة جدا، وشعراء القرن شعراء مبدعين، والذائقة اللي بالقرن ذائقة جدا رائعة. يعني بصراحة هنا هواية من المهرجانات اللي بصراحة تعد جدا كبيرة. يعني أتذكر مهرجان هنا بمحرم يوصفون الحضور مالته يعني بال2500 شخص من الجمهور، وهذا الموضوع يعني إن دل على شيء يدل على أنه هذه المدينة إضافة إلى جذورها وعراقتها الأصيلة أنه حاضن للإبداع وحاضن لحب الإبداع أيضا. شعراء القرن مبدعين ومن الأسماء المهمة جدا في الوسط العراقي، يكتبون القصيدة الواعية المثقفة. أوجه لهم بدون ذكر أسماء لأنهم بصراحة ومو داعي للمجاملة كلهم أخوتنا وأساتذتنا، أتمنى لهم كل التوفيق. الله يخليك إن شاء الله. كتبت القصيدة الوجدانية؟ كتبت القصيدة الوجدانية، نعم كتبت القصيدة الوجدانية. تريد أقرأ لك قصيدة وجدانية؟ أقرأ لك قصيدة وجدانية اسمها وشالة عصفور. تقول مو بيدي امنحط بعيوني صم تراب، ولا بيدي من قض الوقت يم قبور. المفارق محب شادر بوجهه تشوف وتستخلف لربعة من تجي للزور. ما يرهم ضحك بشفايف العشاق، والفاقد حبيب تلوق للماجور. الما يشرب عشق يقضي العمر عطشان، تحس بريجه خشبه لو شرب ناعور. ينزف مرجله من ينجرح العقال، والديوان يفهى وما يظل مستور. البيغيره ويشوف قبال اخوه ممدود، يترسها دمع من يخلص الشاجور. من اشوف الزرع اخضر والحصاد هواي، متربب مضي فاحلف على الناطور. البستان الشريف بوجهه تلقى مصاب، لو شاف الشجر بيهن غصن مكسور. واللي تشوفه يغني